حب، بس حب يوجع القلب. لما أحلى إحساس ما يكملش، لما حبنا ما يكملش ونضطر نفارق. الفراق بيعلم في قلوبنا علامة ما بتروحش، بنفضل عايشين بوجعها طول العمر. تلقى بيعدي سنين وسنين وسنين، ولا هو قدر ينسى حبيبته، ولا هي قدرت تنساه حتى بعد الفراق. مشاهدينا الأعزاء، أهلا بيكم في حلقة جديدة من أسرار شخصية. النهاردة حلقتنا مش عن الفراق، هي عن الحب المستحيل اللي كان لازم ينتهي بالفراق. مش كل اللي بنحبهم ممكن نكمل معاهم، أوقات بيبقى نصيب وأوقات اختيار، وفي كل الأحوال أصعب حاجة في الدنيا إننا ما نقدرش نكون مع اللي بنحبهم. تعالوا بينا كده نشوف أول حكاية من حكايتنا، هي معانا في الاستوديو. مساء الخير، أنا نهى عندي 25 سنة. أنا حبيت حد وهو حبني جدا، ولما جه يتقدم لي أهله رفضوني بحجة إن مستواي الاجتماعي مش مناسب ليهم. هو ما كانش عنده إمكانيات إننا نتم الجوازة بدون مساعدة أهله وكده، بس حاول معاهم كتير وهم برضو رافضين. قال لي حقك عليا، أنا مش هقدر أكمل. فبالتالي سيبنا بعض، قعدنا سنة ما بنتكلمش. ولا أنا عارفة أنساه ولا هو عارف ينساني، بس غصب عننا بنرجع تاني وبنرجع نتكلم. أنا عارفة إنه حب من غير أمل، بس مش عارفة أعمل إيه، فمحتاجة رأي حضرتك. هو بس إيه اللي خلاه من غير أمل؟ هو السؤال بس المهم، أنا عارفة إنك عندك 25 سنة، بس هو كمان عنده 25 سنة قدك بقى ولا إيه؟ لو هو أكبر منك هبتدي أشوف القصة بطريقة مختلفة، إن هو برضو عارف هو عايز إيه. الحب مفيش حاجة بتقف قدامه. الفروق الطبقية دي هي مهمة جدا، وطبيعي الرد اللي اتقال من العيلة بتاعته، لكن ده مش معناه إن لو اتمسك بيكي وشافوكي حب حياته هيقولوا له لأ، وإن قالوا له لأ واحدة واحدة هيقولوا له آه. ما تسيبوش حبكم، لو انتم متأكدين من الحب ده ما تسيبوش حبكم، بس اوعي لما تتجوزوا تبقي شايلة منهم وتعامليهم معاملة مش حلوة عشان انتي فاكرة هم قالوا ايه عليكي. لو هتدخلي صافية وبقلب جميل وهتثبتي لهم ان احسن حاجة في حياتهم حصلت انك اتجوزتي ابنهم، اتجوزيه. لو داخلة عشان تضايقيهم، ارتاحي وريحيهم بلاها جواز. معانا مداخلة. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. أنا مروان، عندي 30 سنة. من 10 سنين حبيت بنت حب كبير أوي، وفي يوم قالت إننا لازم نسيب بعض ومن غير أي أسباب. بعدها هي قطعت كل وسيلة اتصال بيها. عدت عليا أيام سودة حرفيا، كنت بلف حوالين نفسي ومش عارف أوصل لها. عرفت بعدها إن أخوها اتحبس وإنها اضطرت تبعد عني عشان أنا وظيفتي حساسة وما ينفعش ارتبط بواحدة أخوها مسجون. بصراحة هي عندها حق، بس أنا مش قادر خالص أنساها. حاولت ارتبط بعدها ودخلت في كذا علاقة، لكن لقيت نفسي بدور عليها في كل واحدة بعرفها. أنا دلوقتي قدامي اختيارين: يا إما أرجع لها وأسيب شغلي والأرزاق على الله، أو أعيش باقي عمري متحسر عليها. أنا للأسف يا دكتور بحبها جدا ومش قادر أنساها. محتاج حضرتك تقوليلي أعمل إيه. انت مش سايب لي اختيار، يعني لما تيجي تقول لي انا بحبها وانا بعشقها، انت منتظر اقول ايه؟ وانا واحدة بتقدر المشاعر جدا. شغل ايه؟ ما انت الشغل ممكن تلاقي غيره احسن. طبيعة شغلك الحساسة دي مش معقول تكون هي السبب في ان تعاستك تبقى هي مصير حياتك اللي جاي. انت وضحت لي ان مستحيل تبعد عنها. انا معرفش الجوانب القانونية ايه ولا بيحصل ايه بالظبط
لما بتكون انت في وظيفة حساسة، وطبعا نسايبك مخالفين للقانون، فأنا ممكن أتخيل ده. لكن اللي ما أقدرش أتخيله إنك تبعد عن واحدة بتحبها بالطريقة دي، وهي كمان طلعت محترمة. هي بعدت من غير ما تقولك ليه، عشان كانت خايفة عليك. ربنا يوفقكم. في رسالة صوتية نسمع كده. أنا فريدة، عندي 20 سنة، بحب واحد من 3 سنين. هو سنه كبير شوية، يعني مثلا هو قد خالي. هو يجوز ليا أتجوزه شرعا، بس أنا العيلة مستحيل توافق بيه، لأن مش كل حاجة تنفع شرعا ممكن تنفع بالعرف. بس أنا واثقة إن هو بيحبني، بس هو مكسوف يقول ليا إن هو بيحبني عشان الوضع طبعا معقد بينا. أنا محتاجة بس حضرتك تقوليلي الطريقة اللي شجعه بيها إن هو يعترف ليا بحبه، والطريقة كمان تخلي أهلي يوافقوا عليه. ويا ريت حضرتك ما تقوليليش أسيبه، لأن أنا مش هقدر أسيبه ولا أعيش من غيره. هو انت معاه عشان تسيبيه؟ إذا كان لسه حتى ما اعترفلكيش بحبه، انت معاه فين؟ بس لما بنبقى مع حد بنبقى احنا الاتنين بينا اتفاق. هفترض ان كلامك سليم وانه فعلا بيحبك زي ما انت حاسه. موضوع اللي بيتوافق عليه شرعا ويترفض عرفا دي انا ما الحقيقه مش مقتنعه بيها. الحلال حلال والحرام حرام. ان اهلك ما يوافقوش واقولك تعملي ايه، لا حضرتك. لو هو بيحبك وانت بتحبيه والجواز حلال ومفيش حاجه تمنعه ومفيش حاجه تشينه والراجل محترم، مفيش حد هيقول حاجه. مفيش، العقل يقول كده. موضوع ان هو مش قادر يصرح لك، اعتقد ان هو حاسس انه مستحيل انه يتجوزك. شايف ممكن انك اصغر منه، شايف الوضع العائلي اللي انت بتحكي عليه. مفيش مانع انك تشجعيه، مفيش مانع انك توصلي له بطريقة او باخرى انك برضو بتحبيه. بس وضبي نفسك على حاجة، ان ممكن تكوني بتحلمي ويكون العشم هو اللي مسيطر عليكي ومخليكي متأكدة انه بيحبك. حطي احتمال صغير قوي ان هو يكون مش بيحبك. بيحبك بس مش الحب اللي انتي بتحبهوله. عشان لو ده حصل ما تنكسريش، وضحي له انك بتحبيه عشان ما تعيشيش ندمانة انك ما قلتلوش في يوم من الايام انك بتحبيه. معانا رسالة صوتية. أنا رامي، عندي 40 سنة. مشكلتي غريبة شويتين وياريت تتاخد بجدية. أنا راجل مستريح ماديا من عيلة أرستقراطية، ومراتي من نفس مستواي. هي ست كويسة، بس أنا اتجوزتها جواز تقليدي، والحقيقة ما عرفتش أحبها. إحنا عندنا شغالة أجنبية في البيت وغصب عني حبيتها، وقبل ما بس ما تتهميني إني خاين وبتاع شغالات والجو دوت، أحب أقولك إني بحبها في صمت ومن غير ما أحسسها بحاجة. طبعا عشان اعتبارات كتير حضرتك عارفاها، أنا رحت الدكتور نفسي وحاول معايا على مدار شهور وقال لي إني لازم أمشيها. اليوم اللي قررت أمشيها فيه عملت حادثة بالعربية ورجلي اتكسرت، وهي اللي كانت بتخدمني في فترة مرضي. واللي حصل ده خلاني أقعد معاها وقت أطول وأتعلق بيها أكتر. إيه رأيك أتجوزها في السر ولا أعمل إيه؟ لا، للأسف لا. موضوع الجواز التقليدي ده احنا ليه بنتكلم عليه كأنه آفة أو عيب في الجواز أو حاجة مستحيلة؟ طب ما هو جواز تقليدي وناجح. كلمة بحبها دي يعني العشرة حب والعيشة حب والأيام الطويلة حب. انت كل الموضوع ان بقالك فترة طويلة انت متجوز. بيجيلكم برضو الرجالة بيجيلهم سن يأس، بيجيلك مرحلة بتبقى عايز تجدد شبابك فيها.
الصدفة جت إن البنت الخواجاية اللي عندكم دي، مش هقول لأ بتاع شغالات ولا حاجة، هقول إن البنت اللي عندكم اللي بتساعدكم دي يعني لقيتها لطيفة وبدأت تعيش في أحلام اليقظة. أحلام اليقظة هي اللي خلتك تشعر إنك بتحبها. أنا مش شايفة فيه أي داعي إنك لا تتجوزها في السر، ولا إن الحب ده ياخد أكبر من حجمه معاك. أنا شايفة إنك أنت ومراتك بعاد عن بعض قوي. أنا رأيي إنك تقعد تتكلم مع مراتك وتقول لها لو معرفناش نرجع زي الأول ونقرب من بعض أنا ممكن أتجوز. أيوة، قول لها أنا ممكن أتجوز. ساعتها هي هتتحط في موقف لازم تشوف الصح تعمل إيه. والله إن فضلت زوجتك مش مهتمية بيك والشغالة مهتمية بيك أكتر زي كده وقت لما اتكسرت رجلك، خلاص هي اللي اختارت، وساعتها انت ما خنتش، انت بلغت انك عاوز تتجوز. لكن لو حست انك هتروح منها وفاقت لنفسها، هيبقى انت اكيد الكسبان. في الحالتين سواء مراتك هتوافق انك تتجوز او ما توافقش انك تتجوز، تنعدل او ما تنعدلش، لازم تبعد عن البنت اللي عندكم في البيت، لان انا متأكدة ان ده مش حب. نطلع فاصل